علمنا ما يدعو عن البشرية تميزت بركة على جمعنا من رفع يسوع عيني وراء جمعا عظيما مبينا فقال لبربس أين نجد خبزا فنبتال يأكل هؤلاء. قال هذا ممتنيا لأنه كان عارفا بما كان معتزما يفعل. أجابه في لبس لا يكفيهم خذوا 200 دينار ليأخذ الواحد شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس أخو سمعان بطرس ها هنا غلاما ما 5 من الشعير وسمكة ولكن ماذا تكون هذه بالنسبة لكل هذا الجمع؟ فقال يسوع لا يتكئ الناس وكان بذلك الموضع 10 كثير فاتكأ الرجال على وجبه وكان عددهم نحو 5000. أخذ يسوع الغفار شكل أعطى التلاميذ والتلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك هذا من السمك بقدر ما شاء كل واحد. فلما شبعوا قال للتلاميذ اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء منها فجمعوا ما فضل وملأوا 12 قفا من الكسار من 5 أخفة والشعير التي بدت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآيات التي صنعها يسوع قالوا هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. الانسان طول عمره خايب ما يعرفش يعمل ولا حاجه، خايب ولا حاجه. يا حاج داود النبي يقول له صرت كبهيمه عندي، ايه امكانياتي؟ امكانيات بهيمه. يعمل ايه البهيمه؟ ولا عارف يفكر. بهيمه يفكر منين؟ فكر من زي من ايه؟ قال لهم دلوقتي عندنا جمع كتير وعاوزين ناكلوه، ايه رايكم يا بهوات؟ راح فيلبس قال له ده ما يكفهمش ب 200 دينار خبز. طب انا قلت لك بكام؟ مش عارف مين من القديسين قال له الاجابه غلط. هو قال لك بكام؟ يقول لك عايزين ناكله. 200 دينار مش عارف الدينار كان زي، المهم زي ما يكون. قال له عشان ياخذ كل منهم شيئا يسير. واندراوس قال في غلام هنا معاه 5 أرغفة شعير صغيرة دي يعني الأكل بتاع طفل. كان زمان يعملوا البسارية سمك زغنطوطي كده ويعملوه مع بعض زي كفة اليد كده 5 مع بعض تنفع العيال عشان يتغدوا بيها. قال هنا في طفل معاه 5 أرغفة شعير وسمكتين. طب ودول هيعملوا ايه للجمع ده كله؟ الله. طب يا عم واحد فيكم كان قال بركه فيك. هو الانسان طول عمره خايب ومع الخيبه بتاعته ما بيسكتش كمان. فقال لهم طيب خلاص انتم ما تقدروش اقدر انا بقى. قعدوهم كده 50 كده وخد الخبز وسمك وشكر وبارك واعطى للتلاميذ يدوا للشعب. يقول يا بقى فكلوا كل واحد بقدر ما شاء براحته لغايه ما شبعوا. يا ده اندراوس قال له 5 خبزات وهيعملوا ايه للجمع ده كله؟ ده لو كل واحد فيهم بص عليهم هيخلصوا. كل واحد كلمت من شوية خدوا برك. قديس امبروسيوس يقول خاف على الجموع فاذبحهم من الشعير لئلا يخلوا في الطريق، ومن الناحية الثانية اذبحهم من الجسد عشان لئلا يخلوا في طريق الحياة الأبدية. زي ما خد 5 خبزات شعير وسمكتين وشكر وبارك وقدس هي في كورنثوس الأولى 11 يقول قبيل آلامه أخذ خبزا وشكر وبارك وقد قال كل جسدي
وخذ الكلم وقال اشربوا دمي، من يأكل جسد ويشرب دم. القديس أمبروسيوس يقول ربنا بيهمه الاثنين، الشبع الجسدي والروحي. الجسدي لئلا يخروا في الطريق أكلهم من 5 خبزات شعير، وكل واحد كل لغاية ما شبع. ده كمان فضل 12 جفة 12 جفة من ال5 خبزات. طب هم ال5 خبزات يكفوا قعر جفة؟ هم الموضوع في ايه؟ في البركة. البركة بتتمين يد ربنا. ده في ناس دلوقتي مرتباتهم 20 و25 مش عارفين يعيشوا. ليه؟ ما عندهمش بركة. وواحد تاني مرتبه مش عارف 2000 و3000، تقول له اخبارك ايه؟ يقول لك نعمة ايه؟ نعمة ربنا. الانسان يساوي ايه؟ يساوي اندراوس او فيلبس، يساوي اندراوس او فيلبس. وجاب لهم 12 جفة عشان كل تلميذ من التلاميذ يعرف اثر البركة ومعنى البركة. قال لهم خذوا كلوا، شبعوا اشبعهم واشبعكم. ما اداش هو للشموع، ادى للتلاميذ عشان اسس الكنيسه. قال لهم خذوا كلوا، خذوا جسدي. ودلوقتي الاب الكاهن بكل الرتب الكهنوتيه يناول الجسد ويقول جسد حقيقي ليسوع المسيح الهنا يعطى لمغفره الخطايا وحياه ابديه لمن يتناول منه. واللي يتناول يقول بالحقيقه امين. القديس أمبروسيوس قال له من قال لكم انه هو ربنا يهمه الحياه الروحيه بس، مهم الجسد برضه. هو احنا لولا ربنا في الجسد كنا عشنا. مهم جسد. ده يقول انظروا الى طيور السماء ايه امكانياتها؟ ولا حاجه، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، والرب إلهكم يقوتها. ذنابق الحقل لا تنسج ولا سليمان يلبس كواحد منها، ولا سليمان. في المزمور في اهتمامه بجسد الناس وبأكلهم وشربهم يقول المحصي كثرة الكواكب ولكفتها يعطي أسماء. معقول الكواكب كل واحد ليه اسم وانا ماليش اسم عندك يا رب؟ مش معقول، مش معقول. بيهتم بالجسدات بتاعتنا. يجلجل السماء بالغمام وهيئ المطر للارض، ينبت العشب على الجبال والخضره لخدمه البشر، يعطي للبهائم طعامها. الفراخ الغربان لا يثر بقوة الرجل ولا بقوة الفرس، ولكن بالرجال رحمته. الإنسان يسوي إيه؟ ولا حاجة. صدقوني الواجب الواحد فينا ما يتكلمش. إيه بقى؟ من غير ربنا ما يسويش ولا حاجة، لا جسد ولا روحيات. مش روحيات بس، ولا جسد كده، ولا جسد. اتصلت بيها واحدة من أمريكا قالت لي عندنا زلازل وعندنا واحد متأسف عندنا حرامية لصوص في أمريكا. قلت لصوص مين؟ لصوص. سبح الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون. قوى مغاليق أبوابك، قوى مغاليق وبارك بنيك فيك، جعل تخمك في سلام، يشبعك من شحم الحنطة، يشبعك من شحم الحنطة. يعطي الثلج كالصوف مثل الرماد مثل المدى، يرسل كلمته في دواب الشلج تدوب الجليد، يرسل فينزل مطر. طب الانسان يعمل ايه؟ ولا حاجه. امال ايه؟ يقول المطر يا رب. عجيب الانسان ده، مالوش امكانيات خالص. امكانيات كلها بتاعت ربنا من ناحيتين، الجسديه وروحيه بتاعت ربنا. افتكر في الصعيد زمان كان العيال الصغيرين
لما يحصل خسوف للشمس كانوا يجيبوا علبة السمنة مش عارف الهولندي دي، ويقعد يقول احنا عبيدك يا رب والامر بيدك يا رب، تروح الشمس تطلع. حلو، ما قدرش ولا حاجه. ولم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم اسلك في العظام، زي الفطيم على اللبن على الصدر على امه، لا املك غير اني اقول واه. عشان ايه؟ عشان ارضع. بس احسن واحد فينا لا يملك الا فطيم على صدر امه. زي قلت قبل كده، في طفل بيقول I want to eat milk now، ما حصلش. لا طبعا ما يقدرش، امال يقول وابن بطني يعرف رطني. ربنا يساوي الانسان ده ولا حاجه. قال لهم يلا وكلوهم يا جماعه، ده عاوز لهم 200 دينار. واندراوس قال له ده معانا طفل معاه 5 أرغفة شعير وسمكتين، لكن يعمل ايه للجمع ده كله؟ طب يا عم كنت قلت له بركه فيك. هو يعمل اورجانيزيشن، يظبط الامور. بقول زمان قلت لهم الاسبوع 7 ايام، ادي يوم الرب يعمل لك اورجانيزيشن لست الهم يظبطها لك. وفي بنت في الزمالك من حوالي يمكن 20 سنه رفعت يديها، قلت لها اتفضلي، قالت هو ذا بيست اورجانيزر، احسن منسق. بكلم واحد من كندا بقول له هو ذا بيست اورجانيزر، قال لا هو ذا اونلي اورجانيزر، هو المنسق الوحيد، مفيش منسق تاني. وانا اسوي ايه؟ اسوي ايه؟ بهيمه. داود النبي قال كده، سوي بهيمه، ما تزعلش، بلاش انت علينا، سوي بهيمه. لا يعرف يخبب ولا يطبب، وكله بيعمله مين؟ ربنا. يقول ليس الخارس شيئا ولا الزارع شيئا لا ينمي. اللي بيحط الزرعه ما بيعملش حاجه، واللي بيحط لها ما بيعملش حاجه، ما ربنا يطلعها. بس مش علم الزرعه واقول لها يتولاك الله، لا طبعا. في فرق بين الاهمال، التوكل على الله، والتواكل الاهمال، لا طبعا. احط الزرعه واسقي الزرعه واحمدها واصمدها واسيب ربنا يطلعها. ده كمان الكاهن يقول اسعدها كمقدارها. مين اللي يعملها كمقدار؟ ربنا. مياه النهر في هذه السنه اسعدها كمقدارها، فرح وجه الارض مقدارها. الميه بتاعت النيل ما نزلهاش تنعطش الناس ولا تزودها تغرقهم كمقدارها. مين يعملها كمقدارها؟ ربنا. طب وانا ما اقدرش. ده ما قيل ان البابا كيرلس ابن طولة العمر سيدنا البابا تدرس الثاني لما كان في دير مريمينا والدنيا سخنه في شهر اغسطس، قال اعطي مزاجا حسنا للهواء، الدنيا حر، قامت الرمال والهباب والرمل واشتغل الهواء والزعابير. قال له يا عمي بقول لك مزاج حسن ولا تغفلك، ما تهدى شويه. هديت، مزاجا حسنا للهواء. ايه ده؟ من ده؟ ربنا. وانا ايه؟ بهيم. اعتلي خليكم في هنا. وانا مهما كنت لا يصر بساق الرجل ولا بقوته ولا بقوة الفرس، ولكن بالرجين رحمته. فالقديس امبروس سأل ربنا بيهتم بالاثنين، بالجسد والروح. حتى بالجسد بيهتم بأوجاع الناس، بأكلهم وشربهم وشغلهم وحياتهم، يهتم بيهم. ومن ناحية تانية بالحياة، القديس امبروس يقول اداهم الشعير لئلا يخوروا في الطريق، ما فيش يشتغلوا. واداهم الجسد من الشعير برضه. بيوم الجمعة كنا بنقول الكتب الفريسيين يقولوا على التلاميذ بياكلوا السنابل ليه يوم السبت. وربنا يسوع المسيح قال لهم ده السنابل القمح بيعمل منه الجسد، ده بيهيئوا بيشتغلوا في الجسد مش سنابل، ده بالجسد. ربنا يهتم بالاثنين. خذوا كل منه كلكم.
والشعب ينادي يقول كلما أكلنا من هذا الخبز وشربنا من هذه الكأس بموتك يا رب نبشر إلى نهاية الأيام. كلما أكلتم من هذا الخبز وشربنا هذه الكأس تبشرون بموتي إلى أن أجيء. ربنا يهمه الاثنين. تقديس يوحنا ذهبي الفم بيعمل مقارنة بين اثنين، بين موسى والتلاميذ. موسى والتلاميذ في إشباع الجموع. موسى يقول له معاك ايه؟ يقول له معايا عصايه. عصايه تعمل ايه بيها؟ عصايه جريده. العصايه في يد الاب الاسقف هي الجريده اللي في يد موسى. بقت خشب، بقت جريده، بقت زي ما تبقى، ابانوت زي ما تكون. هي العصايه اللي في يد موسى. تملك ايه يا موسى؟ املك جريده. وعايز ايه يا موسى؟ قدام فرعون وقدام البحر. مش عارف امتى كنا بنقول ايه، مركز ليه في فرعون والبحر، ما تركز في موسى والعصايه. ويعمل ايه بالعصايه دي؟ يعمل معجزات. فتح البحر الاحمر. ويشوع اول ما بص على نهر الاردن قال يا ابوي، قال له ما تخافش، كما كنت مع موسى كن معاه. موسى فتح البحر الاحمر، تفتح النهر الاردن. امكانيات موسى ايه؟ عصايه. وقال لي يا يشوع لما تنزل تحت في نهر الأردن هات 12 حجر حطهم على الشاطئ عشان تعرف ان ربنا فتح لك النهر الأردن. امكانيته ايه؟ ولا حاجه. ده قالوا أريحة مدينة صعبة قوي قوي، كلها شياطين وكلها مشاكل. اعمل ايه يا رب؟ قال له لف. لف تعمل ايه؟ انا ما املكش غير لف. لف لف وبعد ما وجعها يا بيه. اللفه فيها ايه؟ عارف انا ايه؟ ربنا كله. وانا ايه؟ خلينا فينا. قال له لف. لف ايه لف دي؟ ولفوا 7 لفات. كان في واحد اسمه ابونا داوود في دير انبشوده، راجل الماني متجوز يعني، راجل بره كده. كل واحده تيجي تقول عاوزه عيال، كان يقول لي لف حوالين الدير 7 لفات وتجيب عيال. بركه. لف حوالين الدير 7 لفات. الناس اللي عندهم تعابين في اماكنهم، عندهم تعابين، ياخدوا شويه رمله من القطعيه بتاعت الانبا شنوده ويرموها في البيت عشان يهجج التعابين. طب وهم تفكر واحد من الابار والبان قال لي جبت واحد حاول يطلع تعابين. قلت له يا وجعتك انت، جيب واحد حاول يا وجعتك. ده عم بشنودة رئيس المتوحدين، سلطان على التعابين في العالم كله. العالم كله. لما جيت الدير هنا جديد في نهاية التسعينات، في نص التسعينات 1994 95 زي كده 94، كنت أول ما أفتح الباب الدير ألاقي 3 4 تعابين. إيه ده؟ تعابين. أعمل لهم إيه؟ ولا حاجة. التعبان تقول يرصدك الأنبا شنودة، يروح يتلف كده، يحط راسه تحته كأنه بيقول لك تعالى موتني. مين ده؟ ربنا، سلطان الأنبا شنودة، اللي ده من ربنا للأنبا شنودة. وكنا طول ما احنا قاعدين في الليل نلاقي التعابين ورا الحجاره بتاعت الاعمده بتاعت الدير. يا مثلا زي البراس مثلا. عملوا لهم ايه؟ ولا حاجه. التعبان بيخاف من ايه؟ أنبا شنودة خايف. يجي العيال الصغيرين تلاقيهم في الجبل هنا بيطيروا ورا تعبان بيضربوه. ايه ده؟ وكانوا يقولوا لي لما كنت جاي موتنا دبيبه يا ابني، يعني بالنسبه لهم مش تعبان، هم دبيبه مش فيش خد تعبان. أنبا شنودة اسمه متوحدين. كنا بنسجل في ميسات في ليله من الليالي
مسجل في نسات، وابونا الشيخ دخل قصر ملك هيلانا مقفول، فتح الباب لقي تعبان كبرى عامل كده، واشتغل ابونا مع التعبان. والراجل بتاع مسات يقول الصوت، قال له صوتي يا بس يا شيخ ده تعبان. مين اللي بيعمل كده؟ ربنا والقديسين. يفرملوا التعابين ويفرملوا. مرة قلت أنبا شهداء رئيس المتوحدين ليه سلطان على التعابين والناس التعابين، والتعابين لهم مصر نو بروبلم، لكن مين اللي ما لهمش مصر؟ من التعابين، الناس التعابين وتعبين قوي، لكن يفرملهم برضه أنبا شهداء رئيس المتوحدين. في واحد في جنة راجل مستشار قال رحت المحكمة، نزلت اروح المحكمة لقيت العربية سرقوها، فرجعت تاني. مدام قالت ما رحتش المحكمة ليه؟ قال لي الحمد لله سرقوا العربية. الست لها علاقة، اصل الصعيد كله له علاقة مع أنبا شهداء رئيس المتوحدين، زي ماري جرجس وأنبا شهداء رئيس المتوحدين زي بالظبط، يمكن أنبا شهداء رئيس المتوحدين اقوى كمان. المهم بس الفرق ده شاب ليه حق يتشاقى، لكن بتاعنا عجوز مش عارف يتشاقى ليه. المهم فراحت ستي قالت يرصدها أنبا شنودة، يرصد عربية هي وطالعة من جنة اللي سرقها على الكوبري بتاع جنة. فعجلة من عربية هي وطالعة من جنة على الكوبري، فعجلة من العربية وقعت في بلاعة، فالراجل الحرام اضطر انه يسيب العربية، هيتفضح كده، عجل وقعت في بلاعة، اضطر. بعد ساعة هو قاعد بيقول للمدام يعملوا كوباية شاي كوباية بني كده، راح قالوا العربية بتاعتك وصلت يا باشا. عمل ايه؟ رصدها مشنوط. يرصد ايه؟ العربيات والتعابين كل حاجة. وانا اسوي ايه؟ بهيمة ولا حاجة. يا ريت يا جماعة كل واحد فينا يمشي باصص على الأرض عشان خاطر ربنا، ليه؟ ولا حاجة. وبعد كده تشلل فيشه من البريزة وكله ينام. سوي ولا حاجة ولا حاجة. فالقديس يوحنا ذهبي الفم بيعمل مقارنة بين موسى والتلاميذ. موسى معاه ايه؟ عصاية بس، وربنا بيعمل ايه؟ بيشتغل بالعصاية يفتح البحر. والتلاميذ معاهم ايه؟ 5 خبزات. ربنا يعمل ايه بقى؟ يبارك في ال5 خبزات ويدي للجموع ياكلوا ويفضلوا ياكلوا كل ما عاوزينه، ويفضل عنهم 12 قفة. يقول لهم اجمعوا الكسر عشان ما تضيعش حاجة، اجمعوا الكسر. بيجي عنهم 12 قفة كل واحد فتح. الإنسان يسوي إيه؟ ولا حاجة. وربنا يسوي إيه؟ كل حاجة. في واحد ملحد اسمه فلوتير، باين اسمه فلوتير، فبيستهزأ بالناس بتوعت ربنا من كتر القوة بتاعته، وبيقول عاوز أبيع المقعد بتاعي في السماء. مقعد يبيع عشان بيستهتر بالناس بتوعت ربنا. عاوز أبيع المقعد بتاعي في السماء وأبيعه ب$1 أستراليان بدولار واحد من البلد بتاعه يعني. فطلع له واحد من الجماعة المؤمنين كويس الأتقياء، قال له أنت موجود في البلد لها قانون ما تقدرش تبيع غير اللي تملكه، فهل تملك مقعد في السماء؟ ما يملكش ولا حاجة السماء ما يملكش ولا حاجة. قال عاوز ابيع مقعدي في السماء ب$1 واحد. مش عارف بلد استراليا ولا انا عارف، ب$1 أستراليان واحد بس. فواحد من الموجودين قال له القانون بتاع البلد بيقول تبيع اللي تملكه. هل انت تملك ايه؟ ولا حاجة غير ان تقول يا رب
ملوش ولا حاجة، قلت له يا رب يا رب بس. كان الارشدياكون اسكندر حنا في اسيوط، بابا شنودة قال عنه: قد تأثرت كثيرا بعظات الارشدياكون اسكندر حنا. كان يعمل ايه اسكندر حنا؟ يقول يا رب، ويحشي يعطي البهائم طاعة ربنا وانا اسوي ولا حاجه. ربنا يسوي كل حاجه وانا اسويش ولا حاجه. وقال للتلاميذ: اتكؤوهم فرقا 50 وكسر وبارك وداهم ياكلوا، كل واحد كل على زي ما شاء، واكلوا شبعوا. ولو ربنا قال للتلاميذ، فيلبس قال له ما نقدرش نعمل حاجه، واندراوس قال له ما فيها 5 خبزات وشعير و2 سمكتين، ما قدرش اعمل حاجه، وربنا قال لهم انا اللي اعمل. انتوا التلاميذ ما قدرتش تعملوا حاجه، وانا اعمل كل حاجه. ده الواحد فينا قبل الكهنوت لو قعد قدام الخبز سنه يقول له شكر وبارك مش هتحول، ولكن بربنا يتحول. أضع خبزا على يديه الطائرتين اللتين بلع، وشكر وبارك هو والأخذ خبزا على يديه الطائرتين. إنسان يسوي إيه؟ ولا حاجة، وربنا يسوي كل حاجة. ربنا يدينا كلنا، إنه يدينا كلنا نعتمد على الكهرباء: من يأكلني يحيا بيا. ومن غير ربنا ولا حاجة، وبربنا كل حاجة. لنا المجد دائما أبديا، آمين.